أنا بافكّر في شخص معيّن كتير جدًا، هل ده معناه إن هو كمان بيفكّر فيّا؟ الإجابة بتكمن في حاجة واحدة، لو كان معدّل تفكيرك متفاوت مش مستمر طول الوقت. يعني أنت لو في أغلب الوقت بتفكّر فيه بس بتيجي عليك أوقات بتلاقي معدّل تفكيرك فيه عالي جدًا، فبنسبة كبيرة جدًا هو كده بيفكّر فيك. وده لأن طاقة تفكيرك طلّعت حاجة اسمها frequencies أو ترددات ذهنية، الترددات دي وصلت له على هيئة مشاعر فهو كمان استقبلها وبقى بيفكّر هو كمان فيك. لكن أنت لو طول الوقت بتفكّر فيه باستمرار ومش قادر حتى تخلق space أو مساحة تكون فيها مع نفسك، تستقل بأفكارك الداخلية، في الحالة دي أقول لك إن تفكيرك ده بيبقى بسببك أنت مش بسبب إن الشخص ده بيفكّر فيك. وده لأن عقلك الباطن اتعوّد على السيستم اللي أنت حطيته بنفسك بإنك تفكّر فيه بتعلُّق وبدون ما تدّي نفسك فرصة إنك تmove on أو تتعافى شوية. فمن الآخر لو أنت في أمان الله عادي جدًا عايش حياتك تمام، جالك تفكير فُجائي فيه، غالبًا بيفكّر فيك. طول الوقت قاعد تفكر وحتى انت مش عارف تقود تفكيرك ده، انت سايبه يمشي بعشوائيه فيلخبطك خالص، مش بالضروره يكون بيفكر فيك. وانا بتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل على قناتي على اليوتيوب، ما تنسوش تشتركوا فيها. سيب اللايك الجميل واشوفك على خير.